السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. تداولت العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك خلال الساعة الأخيرة خبرا مؤلم مرفقا بصور لمعلمي قرآن عثر عليهما جثتين هامدتين داخل مدرسة قرآنية ببلدية أولاد صابر في ولاية سطيف. وحسب المعطيات المتداولة فقد توفي في هذا الحادث الأليم كل من معلم القرآن العيداوي عبد الخالق والمنحدر من ولاية الجلفة ونصر الله ولد محمد من ولاية البويرة. وتشير المعلومات إلى أن الفقيدين كانا متواجدين داخل المدرسة القرآنية، حيث يرجح أن تسربا للغاز وقع أثناء نومهما ما أدى إلى وفاتهما اختناقا. وقد خلف هذا الحادث حالة من الحزن والأسف أوسط المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. إنا لله وإنا إليه راجعون.